إلى متى راح نخلص من هاي البلبلة والمعمعة على السوشيال ميديا والحرب الإعلامية؟ يعني أتلتيكو مدريد من يجي يقول لك ويحكي وياك ويقول لك احنا ما عندنا انسجام، ما عندنا انسجام، كيف يكون لنا انسجام معكم وانتم تضحكون اكثر من برشلونة؟ لكم انتم شقد مهووسين بنادي برشلونة. انا كلش حيادي، بس انا ما دافع على برشلونة، بس هذا دليل على انه انتم شقد مهووسين بنادي برشلونة من خلال هذه الشغلات اللي انتم تسووها. وطبعا جماهير ريال مدريد انضربت بوري واخذت اكذوبه من هاي الكبيره بعد ما فاز فلورنتينو، او قبل ما يفوز فلورنتينو بيريز وعدهم بجلب لاعب كبير وسوبر بقيمه كلش كبيره. بعدين صدمهم بشنو؟ انه قدم عرض وين؟ الاتلتيكو مدريد بجلب جوليان الفاريز. والله يعني والله فشي لا يصدق. وبعدين انت تستحمل هذا اللي يجيك، هاي التلفيقات وهاي الحكي، ترى اكو هوايه تصريحات من نادي اتلتيكو مدريد بانه يعني كفوا عن مس لاعبين اكاديميتنا، واكو فيديوهات ملفقه. يعني ما اعرف، اوكي انتم موسم صفري احنا موسم صفري، بس يعني ما اعرف انت تجيب الحكي لنفسك ليش؟ بس هي هاي اعراض مثل ما يقولون هسه، تقولون اكيد راح تقولون هاي اعراض الموسم الصفري، احنا موسم صفري عادي، يعني اقولها وبكل جداره لانه كنا نستحق هذا الشيء صراحه. وكافي ريال مدريد كافي.